تعرف إن توقيعك على شيك بدون رصيد ممكن يسبب لك مشاكل قانونية كبيرة أنت في غنى عنها. أول حاجة لازم تعرفها إن الشيك أداة وفاء مش وسيلة ضمان، يعني لما بتوقع عليه أكنك بتدي فلوس كاش. فلو البنك رفض صرف الشيك بسبب عدم وجود رصيد، الشخص اللي معاه الشيك يقدر يرفع عليك قضية مباشرة. في الوقت ده العقوبة ممكن توصل لحاجتين: أول حاجة وهي الحبس، ممكن توصل لسنتين أو أكتر على حسب تقدير القاضي. تاني حاجة وهي الغرامة، ودي بتتحدد على حسب قيمة الشيك، ولو الموضوع دخل المحكمة ممكن القاضي يحكم عليك برد المبلغ مع الفوائد. طب تعمل ايه لو وقعت على شيك وورطت نفسك؟ اول حاجة تواصل مع الطرف التاني وحاول توصل معاه لحل ودي. اتنين، لو مفيش تسوية جهز دفوعك القانونية واستشير محامي فورا، مش لازم تستنى لغاية ما توصل للمرحلة دي. خليك دايما حريص وانت بتوقع، ولو حصلت مشكلة عندك فرصة تسأل وتلاقي الحل.